اهلا بيكم مع المغنواتي اللي هيقدم النهارده. انا فرحان جدا لان هقدم لكم اجمل ليله حصلت في موسم الرياض، الليله المغربيه. بس ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي. خايف لا تكون نسيتنا وهجرتينا وحلف ما تعود. ليلة مغربية في موسم الرياض 2024 أقيمت قبل رمضان بحوالي أسبوع، وأنا متأخر جدا في أن أعلق على هذه الليلة لأني كنت مشغول جدا بإعداد برنامج على قناة التانية المزيكاتي، برنامج رمضاني 30 حلقة في رمضان، كل حلقة مدتها دقيقتين أو دقيقتين ونص، بتكلم فيها عن لفظ الجلالة الله كيف ورد في أغاني كثيرة جدا. بدعو حضراتكم دلوقتي اللي مش مشترك في قناتي المزيكاتي يشرفني بالاشتراك ويتابع البرنامج ده، هيعجبكم جدا ان شاء الله. وهسيب لكم في اول تعليق وهثبته لينك قناه المزيكاتي وتشرفوني بالاشتراك فيها. وبعد رمضان ان شاء الله هيبقوا القناتين شغالين، المزيكاتي والمغنواتي، وهنقدم محتوى باذن الله باذن الله امل ان ينال رضاكم باذن الله. هنتكلم عن الفن المغربي المسافر من سواحل الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش الحمراء وشواطئ الأطلس إلى قلب الرياض. المغرب جاء بقوة وعمل ليلة يكفيني اني اقول لكم ان التذاكر كلها سولد اوت، اتباعت قبل الحفلة. يعني ما كانش فيه مقعد واحد فاضي. والليلة كانت سمعت جامد جدا في السعودية، لان اتقدم فيها فن مختلف، الفن المغربي الاصيل الجميل والمعاصر كمان. يكفي اقول لحضراتكم ان تضمن الحفل 4 نجوم من نجوم المغرب، ولكن اهمهم عميد الأغنية الكلاسيكية المغربية الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، وده يعد بمثابة تكريم لشخصه ومسيرة عطائه الكبيرة جدا. يعني تعالوا الأول نسمع لما فتح بمرسول الحب. مرسول الحب فين مشيتي فين غبتي علينا ربنا يديك الصحة يا موسيقار يا عظيم. الفنان عبد الوهاب الدكالي طبعا سنه تجاوز 80 عاما، وبنقول له ربنا يديك الصحة وتظل واقف على رجليك وتعطي لان انت قيمة كبيرة جدا للمغرب بل والوطن العربي. طبعا الفنان عبد الوهاب الدكالي غنى لايف يا جماعة، لازم نفهم ده كويس، انه في سنه الكبير وغنى لايف على المسرح. ربنا يعطيه الصحة وطولة العمر، وكمان قعد على كرسي زي زمان وعزف على العود وهو بيغني. تعالوا نشوف لقطة وهو بيعزف ويغني. احنا كده شفنا الأصالة عبد الوهاب الدكالي، تعالوا نشوف المعاصرة بقى عبد الفتاح الجريني. تعالوا الأول نشوف دخلته وأناقة الزي التقليدي المغربي. هو اعتقد انه لابس جبادور زي اللي انا لابسه ده، انا لابس جبادور مغربي ولي الشرف، بس طبعا انتم اللي تقدروا تقولوا لي في التعليقات، يا ريت تفيدوني وتنوروني هل ده فعلا جبادور ولا ايه بالظبط، لانه يعني حاجه فخمه جدا، ما شاء الله ما شاء الله. معي بالنجم والفنان عبد الفتاح الجريني غنى مجموعه راقيه جدا منتقاه بعنايه من الاغاني الجميله الرائعه. تعالوا نسمع. طبعا في لوم جه لعبد الفتاح الجريني وانا جاي ادافع عنه وهدافع عنه، واللوم جاله ان هو غنى بعض الاغاني المصريه، وانت في ليله مغربيه فالمفروض تلتزم بالاغاني المغربيه. لا يا جماعه، هو اصلا مطرب مغربي، بس هي مطرب مغربي ونقطه، خلاص. هو مطرب مغربي ويمثل بلاده، والمطرب المغربي يقدر يغني كل الالوان. يعني لو كان غنى اغنيه فرنسي كنا هنسقف له طبعا، لانه مطرب مغربي وبيغني بلهجات مختلفه، وايضا لما بيغني بالمصري بيورينا براعته في انه بيغني بلهجات مختلفه. وبعدين ما ننساش ان عبد الفتاح الجريني له اغاني جميله جدا مصريه، ما ينفعش انه يشوف جمهوره ويطلبوا منه الاغاني دي وما يغنيهاش. يعني فهو مش هيدي فرصه ان الجمهور يطلب منه وهو مش عامل بروفات. هو عارف انه عنده بعض الاغاني المصريه اللي مسمعه، اللي عامله ضجه كبيره، يبقى لازم يجهزها احتراما وتقديرا منه لجمهوره. وبعدين ما تنسوش كمان في ايه لما يغني مصري، ما احنا خوا ولا ايه. في الليالي سهرانه كده عينيك يا بعيد قوي عن عينيا، لكن بحس بيك. الاغنيه اللي فاتت دي كانت اسمها يا خسارتك في الليالي. غنى بعديها كمان الاغنيه الاشهر اللي كانت بدايه ظهوره في مصر، وهي اغنيه اشوف فيك يوم على اللي انت عملته فيا. امك تاني مش هيفيدك، ما حدش ضربك على ايدك. حاتم عمور بقى، حاتم عمور
ظهر ظهور راقي جدا ووقفة بثبات وتفاعل مع الجمهور، حاجة كده ولا أروع. وغنى مجموعة من أغانيه المغربية الرائعة. أنا الأول وأحب المركز الأول، أنا الأول وأنا الغير في الأول. الفن الشعبي المغربي كان له نصيب الأسد، الفنانة زينة الداودية. قبل ما تقولوا ايه استنوا بس، عايزكم تشوفوا دخلتها وهي ماسكة في ايديها الكمانجة ديالها ولابسة القفطان المغربي الأخضر المزخرف باللون الذهبي، يعني النقوش اللي فيه ذهبي، وحاجة كده كأنها أميرة أمازيغية. تعالوا نشوفها وهي داخلة. رحبوا معي بالنجمة زينة الداودية. يا أخي سبحان الله، دخلة القفطان بس، يعني القفطان لوحده دخلته لها هيبة تخلي كل اللي قاعدين عينيهم تبصوا وتنتبهوا. ايه ده؟ ايه العظمة والرونق والروعة دي؟ القفطان المغربي يا جماعة شرف لكل العرب. نحن نتشرف كعرب، كلنا عرب وأفارقة، أن هناك دولة وهي المملكة المغربية لها لباس سجل في اليونسكو باسم الموروث المغربي وله مئات السنين موجود، ويعني حاجة كده شرف لينا كلنا والله. فعلا المغرب عظيم. المطربة زينة داودي قدمت كشكول من الأغنيات المغربية الشعبية الرائعة. وكمان كانت بتعزف كمانجا وهي بتغني. تعالوا نشوف. أنا بجد فخور جدا بأن الليلة المغربية كانت من أنجح الليالي اللي أقيمت في مهرجان الرياض 2024. أنا كده وصلت لنهاية الحلقة ديالي، مضطر أسيبكم وأقول لكم إلى اللقاء.